السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا صباحك مرحبا. خير يا طال عمرك. الله بالخير، يا هلا. صبحك الله بالخير. أنا بسألك سؤال بس عن التلبس والأمور هذه. ايه، هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، عن التلبس على الأشياء هذه، السحر والتلبس وهذا. تفضل. شنو أوضح علامة للإنسان اللي متلبسه شيء يعني؟ بس هذا سؤالي. ايه، شوف، التلبس أنواع وأشكال تختلف على الإنسان. يعني الحين عندنا واحد إنسان، ما بشبهه لأحد، إنسان ما يصلي أو إنسان يصلي، إذن في مانع، في ردة فعل تلقائية من الله في هذا الجسد حق الجني اللي بيدش. جني هذا شنو؟ قوي مارد، جني خواف، جني عادي، هم تختلف. ومن العلامات اللي في تلبس ان الانسان، لا خاصة احد الستارة خلاه يعصب واللي زعل، يقوم يتصرف تصرفات ما هي طبيعية، ما هي عادية. وأحيانا الجني يقوم مثل مرة، يعني تحضر لي هالسالفة، شفتها قدامنا في أحد المجمعات بالكويت هني. واحد تحرش بواحدة مدري شلون، بدي طقها، البنت سافرة شوي وطاحت، اغمى عليها، رفعت راسها كذي، وقام يتحكى فيها صوت مو صوتها، صوت ولد شاب، اقول جيبوا لي الولد هذا اللي طقني، اللي طقني، اللي طقها، اللي طقني، يبو ابي ضروري تجيبونه حقي. يتحكى الجني فجأة. وفي بعضهم من علامات ان التلبس، اذا كان متزوج او متزوجة ما تقبل زوجها يلمسها او يعاشرها او ينام وياها. ودائما يكون هذا الإنسان اللي فيه تلبس دائما عصبي، دائما مستنفر على أبسط الأمور وبدون سبب. يعني حتى يعني فترة من فترات هو يتعجب، يقول أنا ليش عصبت، ليش كذا. حتى أهله اللي في البيت وياه عايشين يقولون هذا شلون عصب، شلون كذي. فعلامات اللي فيه جن تختلف وأشياء كثيرة. متى ما الإنسان اختلف عن وضعه الطبيعي، قام يتصرف تصرفات ما هي طبيعية، ومنها أعراض تصير صداع، نرفزة، شاحب الوجه، مبقق عيونه. هذه علامات كثيرة. تفضل. شكرا لك طال عمرك، ما تقصر. حياك. ترى هي بعد وايد، يعني لو أنا بتكلم في الأعراض ما نخلص ما نخلص. وعلى بس ما تذكر. وضحت لنا. إيه، إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. حياك الله. تفضل اللي على الدور. أنا محدثكم العبد لله الراقي الشرعي الكويتي السني جمال الشومر ابو سليمان. تلفوني مع المفتاح الدولي اقول لكم الان 0096 55753700 لأي واحد، أي شخص مهما كانت مذهبه أو دينه، في مس أو جني عاشق أو سحر أو حسد أو مرض عضال عند الأطباء احتار ولم يجد له شفاء ودواء، يدز لي فويس صوتي على جوالي وأنا أخدمه بعيوني قدر المستطاع، والله الشافي والله المعافي وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتابعونا في صفحتي أو في حسابي اسمه الله كريم، وحسابي الثاني قصص وعبر من القرآن الكريم. مع السلامة، حياكم الله.